كما أطلقت بعض جروبات الفيسبوك دعوة للتظاهر يوم 25 من يناير للمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، كان موقف الإخوان تجاه تلك الدعاوى وطبقا لتصريحات الدكتور عصام العريان يوم الخميس 20 من يناير هو التجاهل، إلا أن الجماعة أصدرت بيانا آخر. سيشارك الإخوان المسلمون في فعاليات الاحتجاج يوم 25 يناير، وسيشارك أعضاء البرلمان الشعبي الذي تشكل يعني دحض مشروعية البرلمان الرسمي الذي جاء بالتزوير، والذي سيبدأ جلساته الأولى يوم السبت القادم في إصرار على أن البرلمان الرسمي لم يعبر عن إرادة الجماهير، وإنما اختارته وزارة الداخلية ولم يختاره الشعب المصري، حتى وفي مزيد من النضال السياسي والدستوري والقانوني حتى يبطل هذا البرلمان، وحتى تعاد انتخابات حرة سليمة تأتي بنواب ممثلين لإرادة الشعب تمثيلا حقيقيا. وجاء يوم الغضب 28 من يناير ليصبح مطلب الشعب الوحيد هو تنحي الرئيس وإسقاط النظام، ودخل المتظاهرون اعتصاما مفتوحا في ميدان التحرير الذي شهد اختلاط كل الفئات والطوائف والقوى السياسية بما فيها الإخوان المسلمون. وقد لعب شباب الإخوان دورا مهما في تأمين الميدان، خصوصا في يوم موقعة الجمل، واستمر الإخوان مع باقي طوائف الشعب طوال 18 يوما وحتى تخلي الرئيس السابق عن السلطة. وبعد نجاح الاعتصام في تحقيق هدفه الرئيسي، انخرط الإخوان في الحياة العامة والسياسية علنا، ولأول مرة دون أي تخوف من الملاحقات الأمنية. وأسس الإخوان حزب الحرية والعدالة الذي نجح لحسن تنظيمه في حصد عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب القادم من خلال المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات.